As a rule of thumb, do you use eventual consistency data outside its original source for write commands, or do you take it directly from the source? As a rule of thumb لا، يعني ما عنديش rule of thumb هنا بصراحة. هو انا بس اللي كنت سائل السؤال. انا بتكلم يعني انا سي كيو ار اس سيت اب. انا لو او مش لازم يعني حتى ان هو يبقى سي كيو ار اس، يعني مجرد بس ان انا لما باجي رايت الداتا سواء من ريد داتابيز او انا في ديفرنت باوندد كونتكست عن الاوريجين اللي جايه منه الداتا ديت، يعني هي اتعمل لها رايت في مكان وانا الداتا دي بقت موجوده عندي لوكال في مكان تاني. بس هي بتجيلي عن طريق مسج باسنج ايا كان الميكانيزم. هل انا اقدر اعتمد على الداتا اللي جايه لي عن طريق المسج باسنج اللي هي باي ديفينيشن هي ايفينشولي كونسيستنت في ان انا اعمل رايت جوه الدومين بتاعي او جوه جوه الموديول بتاعي؟ هل ده مش هيكوربت الداتا انتجريتي بتاعت الموديول دوت؟ انت بتقول دلوقتي هل انا ينفع اعتمد على الداتا دي اللي هي جات لي through messaging locally، ينفع اعتمد عليها وانا بعمل write command، صح كده؟ يس بالظبط، يعني في الريدز عادي، في الريد في اغلب الوقت ما بيبقاش فيها مشاكل، بس في الرايت لو انا اخدت ستيل داتا يعني انا دايما كنت بروح للسورس في الرايت عشان اضمن ان الداتا اللي جايه لي مش هتحط لي مثلا ستيت اتغيرت او حاجه سؤال جميل. مع باني على حاجه او الداتا. عشان نجاوب على السؤال ده خلينا اول نتكلم، عشان ممكن يكون في ناس مش عارفه يعني ايه CQRS. انا شرحته فعلا الصبح، وعشان كده كنت فاتح اللينك ده هنا، الارتكل الوحيد اللي انا كتبته في حياتي اللي ما عرفوش ممكن يبص عليه. ماشي، فانا يعني منشند هنا حته ليها علاقه بالCQRS. وCQRS هو في الاخر command query responsibility segregation. ان انا معناها ايه؟ ان انا افصل الكوماندز عن كويريز. وقلنا ان الكوماند هو اي حاجه بتتشنج الستيت بتاعت السيستم، والكويري هي حاجه بتريد الكرنت ستيت بس مش بتغير اي حاجه في الستيت بتاعت السيستم. وبالتالي place order is a command، apply discount، authenticate، register، login، كل الحاجات دي commands. اي حاجه تانية list product search مش عارف ايه، كل الحاجات ديت queries. ودي مش بتعمل اي change للستيت بتاعت السيستم. ففي باترن كده، فكره ان انت تفصل الكوماندز عن الكويريز. وليه الناس دي قالت ان ده واحده من الحاجات الكويسه؟ لان انت عندك الكوماند دايما بيبقى بينفولف بيزنس رولز كتير. يعني عشان اعمل تشينج في السيستم محتاج اعمل شويه تشيكس وتشيك على ستيتس بتاعت السيستم عامله ازاي اقدر اعمل تشينج. وفي الغالب ده واحده من المشاكل، يعني ان انت لو دخلت الكوماندز والكويريز مع بعض دايما هيبقى عندك كومبلكسيتي زياده. من اول خلينا نتكلم على الكود وايز، الموديل بتاعك لو الريد والرايت في نفس الموديل، او حتى لو الداتا بتاعتك الريد والرايت في نفس الداتابيز في نفس التيبل، انت غالبا وانت بتديزاين السيستم بتاعك بتقول والله انا الكويري باترن عامل ازاي. وبالتالي بتحاول تديزاين الداتابيز بتاعتك بشكل ما ان هي تكون efficiently الريدنج سايد. فلو انت التيبل بتاعك ده او الداتابيز بتاعتك بتستخدمها في الكوماندز والكويريز مع بعض، فانت بتحاول تبالانس ساعات، او ساعات ممكن تامباكت الكوماندز او الرايت اوبريشنز فور ذا سيك اوف ايه الريدنج اوبريشنز. خلاص، ده على ناحيه الداتابيز. ممكن على ناحيه الكود هتلاقي ان الموديل بتاعك لو انت واحد بتفولو فعلا فكره انكابسوليشن، والموديل بتاعك هو اللي فيه البيزنس رولز والبيزنس بيهيفير بتاعك، مش بس داتا، مش بيهولد بس داتا. فغالبا الموديل بتاع الدومين ده بيبقى كومبلكس، بيبقى فعلا فيه داتا وبيهيفيرز. الريدنج موديل هو مش محتاج يبقى فيه كل الكلام ده. ولو انت بتستعمل موديل واحد غالبا وانت بتريد هتطلع موديل عملاق من الداتابيز انت غالبا مش محتاجه في الريد. فمثلا لو ان شاء الله هنبص على الكود عندي ان الموديل مثلا زي ما شفتوه في الاوثنتيكيت مثلا، او اكونت موديل فيه كميه داتا كتيره جدا، والديفايس وليست اوف ديفايسز، وكل ديفايس ليه شويه حاجات، واغلبها فاليو اوبجكتس او كلاسز فيها بيهيفيرز. فانت عشان تلست او ترجع ليست اوف اكونتس مثلا، انا مش محتاج كل الداتا دي. انا ممكن يكون عندي اصلا فيو معين محتاج يظهر جزء صغير من الداتا دي. doesn't make sense ان انا اطلع كل الداتا ديت من الداتابيز عشان ريد. فطيب ففي benefits كتير ان انت تفصل الداتا الريدنج من الرايت. في ناس خدت الموضوع ده to the extreme، فعملت separation عنيف من اول، مش بس بقى المودلز بتاعتك ريد ورايت موديل، لا هو كمان اكروس الديبلويمنت. فعمل رايت سيرفيس برايت داتابيز، وبعدين ريدنج سيرفيس بريدنج بالداتابيز بتاعتها، وحط ما بينهم مسجنج كيو. ولما بترايت بيبعت ايفنت او في حاجه بتكوميونيكيت التو داتابيزز، مثلا حاجه بتكونكت التو داتابيزز، وتحط وتظبط الريدنج داتابيز ان هي تكون efficient للريدنج. خلاص، فانت بقى عندك كده ايه تو تقريبا سيستمز
واحد بترايت فيه والتاني بتريد منه، كل واحد اوبتمايزد للحاجه بتاعته. ده اوبتمايزد جدا للرايت والتاني اوبتمايزد جدا للريدنج. ده الناس اللي خدت الموضوع الاكستريم. وغالبا لما الناس بتذكر CQRS دي الصوره اللي بتيجي للناس على طول، ان الاكستريم فيرجن منها اللي هي كل حاجه مفصوله ما بينهم مسجنج سيستم، وتدوبليكيت الداتا للريدنج بورت. فكره ان الداتابيس دي هتسمع الناحيه التانية ازاي، ممكن تبقى واحده بقى من الحاجات اللي هي التشينج داتا كابشر CDC، او حتى لو بتبلش ايفنت عادي من السيرفيس اللي هي الرايت سيرفيس، والتاني بيلسن على الايفنت وبيظبط الداتا ويحطها. مش تفرق الطريقه بالظبط ازاي، كل واحده لها مميزات وعيوب، ممكن نتكلم عنها ان شاء الله في المايكرو سيرفيسز ربنا احيانا. لكن في الاخر ده الاكستريم فيرجن من CQRS. الفيرجن الاقل ان انت الفصل ده يكون على مستوى مثلا الداتابيس بس، فانت عندك سنجل سيرفيس بس تو ديفرنت داتابيسز، واحده اوبتمايزد للرايت واحده اوبتمايزد للريد. الفيرجن الاقل شويه ان هم يكونوا سنجل داتابيس بريبليكا، واحده فيها الرايت ريبليكا والريد ريبليكا. الاقل منها ان هم نفس التيبل كل حاجه، بس فاصل المودلز بتاعتك او الفلوز جوه الكود. فاللي بيرايت، وده اقل حاجه انت ممكن تعملها عشان فعلا ما تعكش الدنيا عندك. فانت بترايت في نفس التيبل نفس كل حاجه، بس الكود بتاع الرايت اللي هو الدومين موديل اللي فيه البيهيفيرز بتاعتك غير خالص الموديل اللي بتريده من الداتابيز، which بالنسبه لي بيميك سنس، والدنيا ابسط بكتير جدا من ان هم يكونوا في حاجه واحده. وده اللي انا عامله حتى في الكود هنا، ان الريد موديل مختلف. وده معناه ايه؟ معناه ان انا مش عندي دومين موديل قوي في الجزء بتاع الكويري بارت. انا ما عنديش دومين موديل. واللي قرا الارتكل هتلاقي ان انا كنت كاتب، هتلاقي اصلا انا مش بعمل كده دلوقتي، بس يعني ده اللي كنت كاتبه، ان انا جوه الموديول الواحد انا عندي على طول تحتها تو فولدرز سيبريشن عنيف، يعني كوماندز باللايرز اللي فيها والكويريز باللايرز اللي فيها. فالكوماندز هنا فيها 3 لايرز، الكويريز ما فيهاش اللايرز دي، ما فيهاش الدومين لاير كلها متشاله منها، خلاص هي ابلكيشن على طول انفراستراكشر. ممكن تعمل كده لو عندك فعلا عايز تفصل خالص، ولكن اللي انا عامله مثلا الفيرجن في الكود عندي لا هو مش كده، ولكن الكويريز فعلا الموديل بتاعها اخف مفهوم مختلف عن الدومين موديل. طيب تعالوا برضو سريعا نبص على الحته اللي تحت دي. ده شكل الاركتكتشر. ده مثلا التيبيكال كوماند فلو. فعندك كنترولر بيكلم ابلكيشن لاير عنده دومين لاير فيها دومين موديل وفيها الانترفيس بتاع الريبو، وده بيكلم الانفراستراكشر لاير عشان يجيت الداتا. تيبيكال ابروتش اللي احنا عارفينه في كلين اركتكتشر او غيره. الكويري مفيش لاير اللي في النص، خلاص هو جيت اوردرز مثلا بيكلم ريبو، والريبو دوت انفورميشن بتاعه تحت، وهو بيرجع له موديل ممكن يكون ديفايند هنا في الابلكيشن لاير، وحتى ممكن يبقى اسمه ما يبقاش اسمه اوردر، ممكن يبقى اسمه جيت اوردر ريسبونس، لان انت ممكن يبقى عندك 3 ديفرنت يوز كيسز كل واحده بترجع اوردرز، بس كل واحده اوبتمايزد لفيو معين او حاجه معينه، وانت مش عايز تكومبليكيت الدنيا يبقى عندك موديل واحد فيه نالز كتيره وبتاع. خلاص يبقى انت عندك كل يوز كيس ليها ريسبونس كلاس بتاعها، والداتا اللي بترجعها من هنا بتماب للي انت عايزه ترجعه. في ناس عملت اكستريم، وانا عملت كود، عملت اكزامبل كده، قال لك والله اصلا انا محتاج ليه الابلكيشن لاير يعني انا فعلا كل اللي هنا عباره عن ان انا بجمع داتا، بريد داتا وارجعها، ما عنديش اي لوجيك ولا بيزنس بيهيفير ولا اي حاجه. ولو فكرت فيها ان انا الفصل ده كان هدفه ان انا عندي بقى الكود بتاع البيزنس موجود، ولو حبيت اغير الداتا لاير اقدر اغيرها من غير ما اعمل ري رايت للكود ده او امباكت البيزنس كود. بس لو انا كل اللوجيك اللي عندي اصلا في الريدنج هو عباره عن ريدنج داتا من الار ام او من اللايبرري بتاعتي اللي هي كابلد بيها، فلو انا غيرت الحاجات دي انا هري رايت الكويري بغض النظر هي معموله ازاي. فكوني عندي هنا حاجه ابستراكشن ممكن ما يكونش مفيد قوي، فانت ممكن تجامب على طول، فتعدي على طول تجيب الداتا بتاعتك. عشان ده ممكن يبقى فيه اشكال ان انت خصوصا هم سنجل ابلكيشن وانت عايز تحط رولز معينه الناس ما تكسرهاش. لو عملت كده معناه ان انت بتفتح الباب ان اي حد ممكن يعك في كيسز ما ينفعش يحصل كده. فعشان كده في حاجه ظريفه عملتها ممكن ابقى اوريها لكم، ان الجيت اوردرز كلاس ده هو ستيل موجود، بس هو عباره عن انترفيس، هم ما فيهوش امبلمنتيشن. يعني ستيل انت هنا بتكلم الابلكيشن لاير بس زي انت بتكلم انترفيس اسمه جيت اوردرز، بس هو انترفيس والامبلمنتيشن بتاعه تحت. يعني الاكشوال كود بتاع اللاير دي كله تحت، مفيش حاجه عندي تحت. الحته دي كنت كده عايز اشرحها، فهي جت في السياق بتاع السؤال الجميل. فنرجع بقى للسؤال بتاع ياسر. هو بيقول لي بقى ياسر، هو مش شرط يكون CQRS، ممكن يكون عندي 2 موديولز، واحد هو بيقون الداتا دي. مثلا خلينا نجيب مثال على فكره الاوردرز والشيبمنتس. فانا بقى بليس اوردر، فببلش ايفنت ان اوردر بليست، وعندي شيبمنت موديول بيلسن على ان الاوردر بليست، يقوم عامل من الاوردر دوت شيبمنت ويبعتها مثلا للوات ايفر شيبنج كومباني عشان
تبدا تشتغل وتاخد الشيبمنتس دي. ده واحده من الابروتشز. دلوقتي السؤال، لو افترضنا ان انا الشيبمنتس عشان تبقى الصوره كامله بالظبط زي ما ياسر بيقولها، انا بعمل بليسنج للاوردر، ونفترض ان انا بكلم الشيبمنت كومبانيز في اوقات معينه، يعني مش وانس ان اوردر بليست ان الشيبنج هتبقى كريتد حالا، نفترض يعني خلاص. فانا مثلا عندي زي اوبن اورز، دي الاوقات اللي انا بكلم فيها شيبنج كومباني، وبالتالي انا اول ما الاوردر يبقى بليست انا هاخد الاوردر ايفنت وهبريزست عندي الاوردر داتا، ولو انا within الاوبن اورز هبدا اعمل الشيبمنتس، لو انا مش within الاوبن اورز هسيبها لحد ما الاورز دي تبقى موجوده، وبعدين اروح اكريت الشيبمنت. طيب لما اجي اكريت الشيبمنتس هكريتها منين؟ من اللوكال كوبي بتاعتي. سؤال ياسر بيقول دلوقتي انا هعمل تشينج في السيستم، فكره ان انا هكريت شيبمنتس، فهل اروح اعتمد على الداتا الدوبليكيت داتا اللي عندي، ولا اروح اكلم دايما السورس اللي هو الاوردرز موديول، اقول له هات لي الاوردرز داتا عشان اكريت شيبمنت دلوقتي؟ السؤال بقى اللي انا عايز اساله للناس، هو السؤال ده ليه بيساله اصلا؟ يعني ايه عيوب الطريقه دي او الطريقه دي، او مميزات الاثنين؟ الكابلنج. طب خلينا نسال السؤال العكسي، انا ليه ممكن اكون مضطر اروح اكلم السورس؟ هو طبعا انا بكلم السورس دايما معناها ان انا في كابلنج، يعني انا وانا باجي كاريت الشيبمنتس لازم اكلم الموديول التاني، وبالتالي انا كابلد بيه. في حد بيقول عشان الداتا انتجريتي ان الاوردر ممكن يكون اتغير في التايم ده. هو لو واحده من الحاجات ان الاوردر بيتغير بس لا، يعني افترض ان الاوردرز مش بتتغير، لا في ديلي في المسج ماشي، ساعات فعلا هتضطر تكلم السورس لو انت عندك لو الموضوع ده الحاجه دي فيري كريتيكال، خصوصا لو الداتا دي بتتغير فعلا. كان في مثال اشتغلنا عليه كان ليه علاقه بان في بزنس رولز محتاجه تطبق قبل ما اروح انفذ الحاجه دي، ايفن لو انا عندي الداتا دي. يعني مثلا خلينا نقول ان في ان انت مثلا ممكن تسبسكرايب تبقى في اي بي يوزر مثلا، حلو، والفي اي بي يوزرز دولت ليهم سبيشال ديسكاونتس، ولكن في رولز عشان تبقى في اي بي يوزر لازم تستخدم مثلا وانت بتعمل تشيك اوت، يعني انت دلوقتي في اي بي يوزر بقيت سبسكرايب، فانا عندي الاكشن او الايفنت اللي انت بقيت سبسكرايب انك بقيت في اي بي يوزر، وانا بعمل التشيك اوت، انا موديول تاني التشيك اوت موديول جاي يعمل تشيك اوت، وعندي ان الراجل ده في اي بي يوزر، بس انا عندي هنا كونديشن ان هو يكون فولفيلد، او ان هو يكون مثلا استخدم كريدت كارد معينه، او في رولز معينه محتاجه تتحقق هنا. فالحاجات اللي هي اللي تشينجز بتاعتها ممكن تكون كريتيكال، خصوصا ليها علاقه بفلوس، وممكن تكون بتتغير، ولو انا بعتمد على الايفنتس في الاخر، احنا قلنا ان هنا في ايفنشال كونسيستنسي، بس اي حاجه ليها علاقه هتبقى فعلا كريتيكال لو رحت نفذتها دلوقتي واعتمدت على داتا ستيل، لان احنا قلنا الايفنشال كونسيستنسي معناها ان انا ممكن يكون عندي انكونسيستنت ستيت. لو انا راح اعمل اكشن معينه وبعتمد على الداتا اللي عندي اللي هي المفروض بريبليكا من الاوريجينال او السورس، فانا بقول ان انا توليرنت مع ده. فلو انا ما عنديش مشكله ان الداتا تكون مش اكيريت وانفذها، فده احسن حاجه تمشي فيها، يعني يبقى خلاص، يبقى انت مش محتاج تكلم السورس. لو لا، الحته دي كريتيكال، ولو اعتمدت على ستيت داتا ممكن يبقى في مشكله كبيره، مثلا انت بتوعد الكاستمر بحاجه ولكن عشان عندك مشكله في الفيرشوال كونسيستنسي بتاعتك مش هتابلاي ديسكاونت مثلا، او وات ايفر بقى الكيسز المختلفه يعني، او حاجه لها علاقه فعلا بالفلوس، او هتخصم فلوس زياده او تخصم فلوس اقل. الحاجات اللي زي كده ده ما هي كريتيكال، انت محتاج تتكلم دايما السورس بتاعك. فانت ممكن تماكس ما بين التو ابروتشز، تدوبليكيت الداتا فتستخدمها في الريدنج مثلا بورت من الفيتشر بتاعتك، انك هتظهر ديسكاونت لو هو مثلا في اي بي يوزر، بس مش هتابلاي فعلا الديسكاونت الا لو هو اللي كلمت السورس اتاكدت هو لسه في اي بي يوزر متاكد ولا لا مثلا، خلاص. خصوصا ان لو بصيت في بيهيفير زي كده، انك تفيو مثلا الديسكاونت بتاعت اليوزر في سكرينز كتير او كده، هي هتلاقيها بتتكرر كتير، فانت لو كل مره هتفيو هتروح تكلم السورس، يعني تبقى لود كبير جدا على السورس مش محتاجه. وفي نفس الوقت انت توليرنت مع فكره انك تظهر ديسكاونت او لا، حتى لو هي ستيل داتا قوي، طالما انت بس بتظهره. لكن لما تيجي تابلاي فعلا وتخصم منه فلوس وكده، انت محتاج تاكد ان هو فعلا لسه في اي بي يوزر بس. ففي ساعات هتقرر انك الايفنت ده هيبقى مفيد ليك انك تعمل شويه حاجات، ولكن لما تيجي فعلا تنفذ ساعات هتقول لا، الكيس بتاعتي فيري كريتيكال ولازم يبقى سترونج كونسيستنسي، وبالتالي لازم اكلم السورس اعمل دايركت كول، مش هستخدم الدوبليكيت داتا. اتمنى اكون ده جاوب على السؤال. سؤال طويل. انا بس عايز اتاكد من البوينت، يعني مثلا في الاكزامبل اللي كنا بنتكلم فيه بتاع الاوردر والشيبنج، اي ثينك ان ساعتها انا محتاج برضو ان انا اروح للسورس بتاع الاوردر، عشان محتمل ان يكون مثلا الاوردر كانسل في كونديشن مثلا في الكيو، فانا ما وصليش لسه الايفنت بتاع ان الاوردر اتكنسل، فاروح انا اعمل له شيبنج اتحرك، وهو بعد كده المفروض ارجع بقى بورت وريفيرت، هيبقى في بروسيسنج كتير هيحصل مقابل ان انا اخدت الداتا من مكان مش كونسيستنت.
صح، بس انت هنا هتاخد القرار بناء على ايه؟ بناء على البيهيفير بتاع حاجه زي كده. يعني مثلا ممكن تقول والله الفريكونسي بتاعت ان الاوردر جت كانسلد مثلا بعد ما بليست قد ايه من الكيسز اللي عندي، وبالتالي بناء عليها هل انا محتاج اعمل كده كل مره ولا لا. لان ممكن تكون مش worth it، يبقى انت عملت كابلنج عشان مثلا في let's say 1% من الاوردرز اللي بتطلع، انت ممكن تحسب الكوست بتاع الديفرس دي تقول لا خليها تطلع وانا ممكن اكنسل في later stages مثلا. فاهم قصدي؟ ففاين بس انت محتاج ايه؟ دايما تبص على الصوره كامله واليوز كيس بالظبط بيحصل فيها يعني مش دايما هي عشان بتتغير، بس بتتغير قد ايه. ممكن نتحملها كبزنس ان عادي ان يحصل ميستيك ونتحمل الميستيك ديت ممكن وتكومينيكيت ده مع الفورمات بتاعي يفضل كويس. بالظبط، ممكن تكومينيكيت ده مع البرودكت. ودي واحده من الحاجات اللي البرودكت بتاعك بيبقى ايه في انترسكشن معاك في القرار بتاعت الاركتكتشر بتاعتك. تقول والله انا عندي تو اوبشنز دلوقتي، ان انا يبقى عندي اكس بس دوت هيبقى عندي في فرصه ان ممكن مثلا بعض الاوردرز تعدي وهي تكون كانسلد وهتكنسل في ليتر ستيجز اللي هي الكوست بتاعتها اكس، او ان انا لا انا دايما هوقفها وبالتالي انا ديبندنت على السيرفيس الثانيه اللي هي مثلا عارف ان هي بتبقى مثلا اتليست ديبندنت على الافيلابيلتي بتاعتها. بتكلم على سيرفيسز وكده. لو موديولز موضوع ابسط واخف بكتير، نفس الديبلويمنت يعني. فكمان على سيرفيسز لا انا كابلد مع التيم الثاني بالافيلابيلتي بتاعته وبتاعه، وبالتالي انا ممكن حتى الفولفيلمنت ريت يقل. فاهم قصدي؟ فهي يعني ايه دايما هي هتلاقي تريد اوفس عميقه ومحتاج تفكر كتير وتنفولف البيزنس معاك.